بيدور عليه، هو نفسه فيك جدا الشخص ده، يعني ليل نهار انت يعني في بال الشخص ده وبيراقبك، وواضح ان هو ممكن يكون يعني بيفكر فيك، وممكن يكون في طاقته اشتياق لتفاصيلك. يعني ممكن يكون الشخص دوت كان عنده اعجاب بيك في بداية العلاقة، لان لحد دلوقتي الشخص ده رغبته فيك ما انتهتش، كشغف كانجذاب مشدود لك قوي. بس انا شايفة انك انت كنت مع شخص عنده ايجو، او شخص ممكن يكون مغرور شوية، او ممكن يكون بيدعي ان هو شخص عنده علاقات. لان انا شايفة في طاقة الشخص ده ممكن يكون حد مشهور، مش شرط على السوشيال ميديا، ممكن يكون حد معروف في مجاله، حد ممكن يكون عنده بيزنس، ممكن يكون شخص بيفتح مثلا لايف، او دكتور، او مثلا شخص مدرس في حاجة، او ده انت مثلا كنت تعرفه عن طريق مثلا النت، عن طريق مثلا عمل في حاجة بتجمعك انت والشخص ده. لان واضح ان الشخص ده كان عنده اعجاب بيك في بداية العلاقة، ولحد دلوقتي الاعجاب ده مستمر، دي طاقته معاك. تمام. فانا شايفة ان الشخص ده يعني مهتم جدا بيك في الوقت الحالي وبيتابعك، لان هو حاسس ان ما ادكش حقك في العلاقة، او وصلك شعور مش كويس، مع ان الشعور دوت ما كانش الحقيقة. تمام. دي طاقته. هو بيشوفك حاليا ازاي؟ بيشوفك ان انت حاليا ممكن تكون مبسوط، ممكن تكون انت مثلا بتخرج كتير، تنزل صور، ممكن تكون انت الفترة الحالية مثلا جددت شكلك، غيرت حاجة في ستايلك، لان جدا الشخص ده يعني هيتجنن عليك في الوقت الحالي. واضح ان هو شايفك زي القمر. يعني هو بص الكارت بيجمع طاقتين، ان انت حد ما شاء الله يعني عينه هتطلع عليك، او مزغلل عينه قوي ونفسه جدا يقرب لك ويوصل لك زي ما يكون كده. يعني هو حابب يرجع لك، هو عايز يتكلم الشخص ده في الوقت الحالي، وحابب كمان يصرح لك او يعترف لك بمشاعر ممكن ما يكونش حكى لك عنها من قبل، او كان دايما بيتهرب من الحقيقة، حقيقة مشاعر، حقيقة مثلا ان يفضل معاك. بس انا واضح ان انا شايفة ان العلاقة دي كان فيها الشخص ده تلاعب معاك في نقطة انه ما كانش صادق في مشاعره. يعني ما كانش صادق في حتة ان هو قالك ان انا مش عايزك، لا هو كان عايزك. فاهمني؟ طيب هو ايه طاقته كمان ناحيتك؟ هو شايفك ان انت حد مثقف قوي، حد ممكن تكون يعني موهوب، او شخص مثلا شاطر في مجالك، شاطر في عملك، في دراستك. شايفكم بصورة يعني حلوة قوي الشخص ده، وواضح ان هو معجب بشكلك، شكلك في الوقت الحالي، حابب قوي ملامحك، حابب قوي تفاصيلك، ستايلك، في حاجة الشخص ده منبهر بيها في شكلك حاليا. للبعض الاخر انت ممكن تكون مختفي، بس انا شايفاك ان انت خارج من طاقة اختفاء. اكتب لي كده تحت، يعني ايه خارج من طاقة اختفاء؟ يعني انت كنت بقالك فترة قافل على نفسك قوي، كنت مخنوق، وكنت معزول عن الناس. فجأة الشخص ده شافك، ظهرت، فانت ممكن تكون بقيت تنزل حاجة مثلا، بقيت تظهر على الميديا في شيء بتعمله، وانت دلوقتي بقيت بتفكر بإيجابية، بتفكر بطريقة ممكن فيها تفاؤل، لان هو واخد عنك انطباع ان انت حد متفائل، حد كده على طول واخد الامور بسلاسة، واخد الامور كده ضحك وهزار، حد مرح، يعني روحك حلوة. فواضح ان الشخص ده بيحبك قوي، ومش قادر ينسى جمالك وحلاوتك والاوقات الرومانسية ما بينكم. عشان كده هو ممكن يكون دلوقتي في احتياج ليك قوي، وممكن يكون يعني حاسس بوحدة من غيرك. بص طاقته. بس هرجع واقولك هو اللي سابك، هو اللي سابك، وكمان طول لسانه عليك، جبتها لك بمعنى اصح. هو عايز ايه؟ هو عايز يقدم لك لا اما هديه، ده انت ذكي. طب تعالى كده خليني اكمل لك بقى النوايا، لانه واضح ان الشخص ده يعني شايفك ان انت حد ذكي وكاشف كل حاجه. بس انا والله شايفه في طاقته ان مش هيدخل بسهوله، هو شكله كده بيخطط لدخله يقدر ان هو ينور رضاك مرة تانية، يقدر ان هو يجذبك ليه مرة تانية، زي ما يكون الشخص ده عايز يعمل حاجة تشدك ليه، تحسسك فعلا ان هو عنده حب ناحيتك، وان هو مش هيسيبك تاني.